ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب طلاب تالتة ثانوي، عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله نكمل مع بعض حل في كتاب جيم صفحة 41، كتاب الترم الأول. ان شاء الله عندنا على الجرامر الدرس التالت والرابع. عندنا الماضي البسيط والمضارع التام. عايز تركز معايا جدا، او المضارع التام. عايز تركز معايا جدا لان في كلام مهم جدا 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 لازم تعرفه هنا. هنحل ان شاء الله مع بعض التشيك بوينت رقم 4. عندنا 10 جمل، وبعدين عندنا 30 جملة على الجرامر الدرس التالت والرابع كامل. عايزك تركز معايا عشان عندنا 40 فكرة ب40 جملة مهمين جدا جدا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك، ويلا بينا نخش على طول. بقول لك هنا look what you how can we clean the floor now. انظر ماذا، عملت ايه. how can we clean the floor now، كيف يمكننا تنظيف الأرضية الآن. did ولا will do ولا had done ولا have done. تمام. مش هينفع هنا اختار did لان مش بتكلم في الماضي البسيط. will do مش بتكلم في المستقبل، بقول له انظر ماذا فعلت. had done مش بتكلم في الماضي التام. ليه مش ماضي تام؟ لان مفيش حدث حصل قبل حدث. هو عمل حاجة تمام، بس مفيش حدث حصل قبل حدث. had done. طب ليه had done يا مستر وما خدتش ماضي بسيط؟ هقول لك اولا مفيش تعبير زمني بيدل على الماضي البسيط. ثانيا في دليل في الحاضر على ان حاجة حصلت في الماضي. إيه الدليل؟ ان الارضية متوسخة. هو بيقول ازاي هنضفها دلوقتي. تمام. فده بيعبر عن الماضي المضارع التام، حاجة حصلت في الماضي ولها أثر في الحاضر. الأثر اللي موجود في الحاضر إن الأرضية متوسخة من سياق الكلام، وإيه مش هنعرف ننضفها إزاي. يبقى had done هتبقى إيه يا شباب؟ sorry have done. رقم 2 بيقول لك هنا the weather has been great last week. بيقول لك الطقس جميل ورائع. عايز أقول الأسبوع اللي فات. for ولا since ولا when ولا before. طبعا last week last وفترة زمنية بجيب بعدها ايه او قبلها since بجيب بعدها المدة، بداية المدة الزمنية. for بيجي بعدها المدة الزمنية كاملة. when بيجي بعدها ماضي بسيط او ماضي مستمر. before بيجي بعدها برضو جملة ماضي بسيط او verb plus ing. I can't phone my parents because my mobile phone. انا لا استطيع ان اكلم والدي بسبب ان انا ايه ضيعت التليفون بتاعي. هي بالظبط نفس رقم واحد، حاجة حصلت في الماضي وفي دليل على ان الحاجة دي لسه مستمرة لحد دلوقتي، وفي دليل عليها في الحاضر. إيه الدليل اللي موجود في الحاضر؟ اللي انا مش قادر اكلم بابا وماما. تمام. يبقى الحاجة دي حصلت في الماضي ولها اثر في الحاضر، يبقى مضارع تام. اي هتاخد ايه بقى؟ would lose مش هتنفع، دي ماضي. وهاد lost مش هتنفع، دي ماضي تام. have lost ولا lose دي مضارع بسيط مش هتنفع، مضارع تام. have lost ليه يا مستر برضه مضارع تام؟ حاجة حصلت في الماضي ولها اثر في الحاضر. إيه اللي حصل في الماضي؟ اللي انا ضيعت التليفون. طب الاثر اللي لسه بقى موجود ليه اللي ايه؟ لا مش قادر اكلم ماما وبابا. ولكن هنا you can't see تامر before Wednesday، مش هتقدر تشوف او تقابل تامر قبل يوم الاربعاء. he London for a few days on business. هو عايز اقول سافر لندن، او هو في لندن لمدة لبعض الايام. تمام، او لقليل من الايام في بيزنس في الشغل بتاعه. has gone to ولا have ولا has been to ولا was in ولا had been in. تمام. هنختار ايه يا شباب؟ هنختار has gone to. ليه has gone to؟ لان هو راح لندن ولسه هناك. هو مش هتقدر تقابله قبل يوم الاربعاء. تمام. ليه يا عم؟ هو فين؟ لا ده هو في لندن وهيجي كمان شويه ايام كده، كام يوم كده وراجع تاني. ده معناه اللي هو لسه ايه؟ لسه هناك. لو قلت been to ده معناه اللي هو راح ورجع، انما هو لسه ما رجعش. was in كان هناك، ده برضو معناه اللي هو راح ورجع، مش هتنفع. had been in مش هختار ماضي تام لان أنا بتكلم في المضارع البسيط، هو لسه ايه؟ هناك. وhad been in كمان يعني معناها كان ماكث فيه. تمام. my grandmother ill since last week. عايز اقول جدتي، عايز اقول تعبانه منذ الايه؟ الاسبوع اللي فات. since ومده زمنيه بتدل على الماضي البسيط، يبقى هتبقى is. لا مش بتكلم في المضارع البسيط، بتكلم في الايه؟ في المضارع التام. بتكلم في المضارع التام يا شباب. was ماضي بسيط مش هتنفع. had been ماضي تام مش هتنفع، يبقى has been ill. since لان since بعدها مده زمنيه. تمام. يبقى قبل since ايه؟ مضارع تام. قبل since مضارع تام. طب since بعدها جملة ماضي بسيط زي ما هنشوف دلوقتي، برضه يبقى قبلها مضارع تام. The police the thief yet. yet هنا بتدل على زمن ايه يا شباب؟ المضارع التام، وبتيجي في نهاية الجملة المنفية. المضارع التام جملة منفية. police هنا يعامل معاملة الجمع، يبقى aren't مش هتنفع لأن aren't مضارع مستمر. haven't caught بيقول لك البوليس لم يمسك او لم يقبض على الحرامي حتى الآن.
ماشي ممكن دي تنفع. have والتصريف التالت، و haven't لانها عشان في yet، والتصريف التالت don't مضارع بسيط مش هتنفع. didn't ماضي بسيط مش هتنفع. يبقى ايه يا شباب؟ haven't ايه يا شباب؟ haven't caught the police the thief yet. رقم 7 يقول لك هنا I him for 5 years I don't know where he is. انا لا اعلم اين ذهب. بقول لك هنا انا ما شفتوش بقالي 5 سنين. for ومده زمنيه بتدل على زمن ايه؟ المضارع التام. didn't see ماضي بسيط مش هتنفع. hadn't seen ماضي تام مش هتنفع لان مفيش حدثين. haven't seen ولا don't see طبعا مش هتنفع. don't see لانها مضارع بسيط منفي. انا عايز مضارع تام. haven't seen ليه مضارع تام يا مستر؟ عشان في for ومده زمنيه. عشان في فروق يا شباب ومدة زمنية. رقم 8 بيقول لك هنا she has been in Spain for 3 أو over 3 years. هي عايز أقول تعيش أو ماكثة في أسبانيا. عايز أقول منذ أكثر من إيه؟ 10 أو 3 سنين. منذ أكثر من 3 سنوات. ها for ولا yet ولا since ولا already؟ طبعا هي هتبقى for. ليه for؟ عشان في مدة زمنية أهي. for 3 years. 3 years مدة زمنية 3 سنين مش منذ 3 سنوات. لا عايز اقول لمدة او بقالها 3 سنين وهي لسه قاعدة هناك يعني. تمام. when are you going to do your homework؟ متى ستقوم بعمل واجبك؟ اما قايل له I have done it انا بالفعل خلصته. يبقى yet ولا ever ولا still ولا already؟ هتبقى already. ده معناه ان الحاجة حصلت بسرعة جدا. اللي بيتكلم او اللي قاعد معاك مش متخيل ان انت عملت الحاجة بالسرعة دي. my younger brother اخويا الصغير 3 centimeters this month. اخويا الصغير عايز اقول طول 3 سنتي هذا الشهر. grew ولا has grown ولا had grown ولا is growing؟ طبعا مش هتنفع. انا عايز اقول 3 سنتي مش هينفع مضارع مستمر. مش هتنفع مضارع مستمر. had grown مش هتنفع برضه ماضي تام لان مفيش حدثين. فين الحدثين؟ مفيش حدثين. grew ماضي بسيط ولا has grown؟ هتبقى has grown. ليه has grown مضارع تام؟ لان في حاجه حصلت يعني this month اولا الشهر لسه مخلص. تمام. وهنا في عدد كمان. لو تلاحظ ان قلنا بنستخدم في الايه مع المضارع التام بنستخدم عدد. تمام. مش هينفع ماضي بسيط لان this month معناه ان الشهر لسه مخلص. ممكن يطول كمان ربنا ينفع في صورته يطول كمان نص سنتي ولا حاجه. لان يبقى مضارع تام. مضارع ايه يا شباب؟ مضارع تام. وبعدين في دليل حصل على ان حاجه حصلت في الماضي. دليل في المضارع على ان حاجه حصلت فين في الماضي. ايه الدليل في المضارع؟ اللي هو طول. تمام. اللي هو ايه؟ طول. وحاجه كمان مفيش تعبير زمني بيدل على الماضي البسيط. عارف لو قلت last month مثلا الشهر اللي فات كنا قلنا grow. تمام. فمش هتنفع. نشوف مع بعض صفحة ايه يا شباب. عندنا بقى اكسرسايز عام. عندنا صفحة 44 و45. ركز معايا كده مكنش عملت لايك اعمل لايك كده وظبط الدنيا. بسم الله. بقول لك هنا عادل hasn't contact me since he Cairo. عادل لم يكلمني او لم يتصل بي منذ هو كان فين او منذ مغادرته كايرو. has left ولا had left ولا leaves ولا left. since قبلها مضارع تام منفي او مضارع تام عموما يبقى بعدها ماضي بسيط. تمام كده يا شباب. مش هتنفع ماضي تام مضارع تام برضو ولا هتنفع ماضي تام ولا هتنفع مضارع بسيط. بلال isn't here. بلال مش هنا. he to the dentist. هو راح لايه؟ للدنتست. ده معناه اللي هو راح ولسه ما رجعش. ليه؟ لانه بيقول لك isn't here مش هنا. has gone to ولا went؟ مش هتنفع went لان هو راح ولسه هناك. لو went يبقى راح ورجع. had gone مش بستخدم في الماضي. مش بتكلم في الماضي التام. بتكلم في المضارع التام. was going مش هتنفع. was going كان ذاهب. يبقى has gone to. ده معناه اللي هو راح ولسه ايه هناك زي ما قلنا قبل كده. علي سكار is clean. عربية علي ايه clean او نظيفة. هو نظفها. ده دليل على ان حاجة حصلت في الماضي. تمام كده. يبقى مضارع تام. he washes لسه بيغسلها او بيغسلها. لا. had washed مش بتكلم في الماضي التام. انا بتكلم في المضارع التام. تمام. وبعدين في هنا is مضارع يعني ما ينفعش اجيب مضارع مع ماضي ابدا. has just washed ده هو لسه غسلها حالا ولا washed غسلها؟ مش هينفع washed لان مفيش تعبير زمني بيدل على الماضي البسيط. يبقى اختار مضارع تام على طول. هختار ايه؟ مضارع تام. رقم 5 أو 4. most of us can't recognize علي as he a haircut. معظمنا لا يستطيع التعرف على علي لأنه لا هنا معناها لأنه يعني حلق شعره. had haircut ولا had ولا is having ولا has had؟ مش هينفع is having لأنه خلاص حلق شعره. يبقى تبقى يا شباب had
haircut مش بتكلم هنا بحاجة يعني حاجة في المضارع اهي بتدل على حاجة حصلت في الماضي، مش هتنفع ماضي بسيط ولا هتنفع ماضي تام، يبقى ايه مضارع تام. مضارع تام زي بالظبط اللي انا مش قادر اكلم والداي عشان ايه التليفون ضاع، برضو هنا حصلت في حاجه حصلت في الماضي لها اثر في المضارع. بيقول لك هنا الدنيا الارض مبلوله فالدنيا كانت شتت، فايه دليل على ان حاجه حصلت في الماضي. مثلا المثال الاولاني اللي قلناه فوق خالص، معلش هنرجع عشان ااكد الفكره عليك. شوف انت عملت ايه، الارضيه متسخه هننضفها ازاي، فدي حاجه حصلت في الماضي وليها اثر في المضارع، فالاثر في المضارع ده بيستخدم في المضارع التام خاصه لو مفيش حاجه بتدل على الماضي البسيط. we the bus so we are walking home، لذلك احنا ماشيين او هنروح البيت مشي، يبقى احنا ايه فوتنا القطر، برضو حاجه حصلت في الماضي لها اثر في الايه في المضارع. missed ولا have missed ولا are missing ولا had missing، مضارع تام يبقى ايه have missed. رقم 5 هتبقى ايه يا شباب have missed، مش هتنفع ماضي بسيط ولا هتنفع ماضي مستمر لان مس اولا بتجيش في الاستمرار. had missed برضه ما ينفعش ماضي تام لان مفيش حدثين، مفيش حدثين حصلوا في الماضي. The farmer is furious، اللي هو الفلاح ده غاضب جدا as he some of his sheep، لأنه فقد أو إيه شوية أو بعض الخراف بتاعته ضاعت. has lost ولا lost ولا is losing ولا will lose، طبعا مش هتنفع مستقبل ولا lose ما بيجيش اي ان جي اصلا. lost اولا lost ده ماضي مش هتنفع لان مفيش تبرير زي ما بيدل على الماضي، يبقى has lost حاجه حصلت في الماضي لها اثر على المضارع يبقى has lost. لاحظ ان الفكره دي بتتكرر كتير جدا جدا. my father where he put his keys so all of us are looking for them، بابا عايز اقول نسى هو حط المفاتيح فين لذلك كلنا بندور ايه عليها. had forgotten ولا is forgetting، forget ما بيجيش اي ان جي، has been forgetting ما بتجيش اي ان جي. has forgot ولا had forget، طبعا مش هتنفع had لان بتكلم في المضارع. looking are looking for مضارع مش هتنفع مضارع ماضي تام مع المضارع، فهتبقى مضارع تام مع المضارع. has forgotten هتبقى ايه يا شباب has forgotten. رقم 8 بيقول لك هنا they have owned that car، هم يمتلكون تلك السيارة. عايز اقول منذ 2000 سنة في الماضي، يبقى ان ولا since ولا for ولا when، هتبقى since منذ، مش هينفع مالكين هذه السيارة في 2002، لا منذ 2002. تمام مش هينفع ان لان ان وسنة في الماضي بجيب ماضي بسيط مش مضارع تام، هنا haven't owned have on مضارع تام. for مفيش مدة زمنية، when مفيش جملة ماضي بسيط. I English since I was 8 years old، أنا بدرس إنجليزي منذ أن كان عمري 8 سنوات. هنا since وبعدها جملة ماضي بسيط يبقى قبلها مضارع تام. I have studied ولا have been studying ولا studied ولا both A و B. رقم 9 يا شباب هتبقى ايه both A و B. ليه يا شباب لأن ده مضارع تام مستمر وده مضارع سوري يا شباب مضارع تام مستمر وده مضارع تام. تمام الاتنين صح، حاجة حصلت في الماضي ولسه مستمرة. تمام ولسه ايه مستمرية، يبقى both A و B الاتنين صح. رقم 10 بيقول لك هنا I all my work I am free now، انا خلصت كل الشغل بتاعي انا فاضي دلوقتي. I do مش هتنفع انا خلصت بتكلم في الماضي. have done في الماضي او المضارع التام. have done ولا have been doing ولا I am doing، هو خلاص بيقول لك انا خلصت انا متفرغ الان، يبقى اكيد الاستمرار مش هينفع، يبقى have done. have ايه يا شباب have done، طبعا مفيش ماضي بسيط يبقى ايه استبعد الماضي البسيط خالص. رقم 11 بيقول لك هنا that cat since it was a kitten، عايز اقول انا عندي القطة دي منذ ان كانت ايه قطة صغيرة. تمام since بعدها ماضي بسيط يبقى قبلها ايه يا شباب مضارع تام، وعندي هنا صيغة سؤال. المضارع التام بسأل بايه شاطر بسأل بهاف او هاز، يبقى هستبعد do هستبعد where هستبعد did، يبقى مفيش اللي هي have you had. هل أنت لديك أو تمتلك تلك القطة منذ أن كانت كيتن أو قطة صغيرة؟ أيوة بمتلكها. my grammar اللي هو القواعد بتاعتي since مستر محمود came to our class، عايز أقول إن الجرامر بتاعي والقواعد بتاعتي الإنجليزي تحسنت منذ قدوم إيه مستر محمود لإيه للمدرسة. تمام عندي since جملة ماضي بسيط. تمام أنا شوفت أنا بحلل السؤال إزاي، شوف قبل ما ندوس على الاختيارات since في ماضي بسيط يبقى قبلها مضارع تام. is improving مش هينفع مضارع مستمر. تمام improved ماضي بسيط مش هتنفع. has improved ولا will مش هتنفع لان بتكلم في المضارع التام، يبقى has improved. تاني مضارع تام since ماضي بسيط، مضارع تام since ماضي
بسيط، ودي كانت رقم 12. رقم 13 بيقول لك هنا يا شباب what have you done the last time I saw you؟ ماذا فعلت منذ آخر مرة أنا قابلتك فيها؟ for ولا since ولا when ولا before؟ هتبقى since the last time. لو ما فيش last، لو ما فيش the، كنا قلنا for last time. يبقى ايه since the last time، since the last time، وبعدين هنا ايه في جملة ماضي بسيط هتبقى برضو ايه since. تمام كده يا شباب؟ تمام. I can't do gymnastics because my leg، انا مش هقدر اعمل العاب الجمباز بتاعتي لان ايه رجليا الايه اتكسرت. I broke ولا had broken ولا I'm broken ولا have broken؟ طبعا هتكون have broken لان حاجه حصلت في الماضي ولها اثر على المضارع. مضارع اولا broke ما بتجيش اي ان جي، ثانيا had broken ده ماضي تام وما فيش حدث حصل، ولا بتكلم في المضارع. كانت مضارع مش هينفع اجيب معاها ماضي، ولا كمان ماضي بسيط لان ايه مش بتكلم في الماضي البسيط ومفيش اي تعبير زمني بيدل على الماضي البسيط. Our math teacher asked a lot of homework last week but he asked very much so far this week. حتى الآن هذا الأسبوع. Our teacher عايز أقول ادانا واجب كتير last week. last week بتدل على إيه؟ على الماضي البسيط. last week بتدل على الماضي البسيط. تمام؟ تمام. last week but he asked very much so far this week. لكن هو ما اداناش اي واجب. ايه هو ما اداناش اي واجب هذا الاسبوع، يعني هو ادانا الاسبوع اللي فات واجب كتير، فالاسبوع ده ايه ما اداناش اي حاجه. تمام. give و hasn't given ولا has given و didn't give؟ gave و didn't given ولا had given و didn't give؟ تمام ركز معايا. تمام. هو ادانا الاسبوع اللي فات as out of homework last week، يبقى هجيب ماضي بسيط. المضارع التام دي مش هتنفع. تمام. والمضارع التام دي مش هتنفع. الماضي التام دي مش هتنفع لان اقول لك last week بتدل على ماضي بسيط، يبقى هجيب يا جيف يا جيف، ماضي بسيط وماضي بسيط. تمام. طب this week لسه ما خلص، يبقى مش هينفع اجيب ايه ماضي بسيط برضه، يبقى gave وايه hasn't given. ليه اخترت gave؟ علشان في last week ماضي بسيط. طب ليه اخترت hasn't given؟ علشان في so far this week هذا الاسبوع حتى الان. تمام كده. رقم 16 somewhere before. somewhere before السؤال ده مفيش مشكلة، اما قايل له yes I saw you at Ali's wedding أو Ali's wedding. نعم أنا رأيتك في إيه عيد حفل زفاف علي. هو عايز يقول له أنا شفتك قبل كده في مكان قبل كده، أنا قابلتك قبل كده مش aren't we meeting ولا hadn't we meet أو met ولا haven't we met ولا didn't we met؟ قال لك لما يجيب before في آخر الكلام كده سواء جملة أو سؤال يبقى مضارع تام على طول. haven't we met somewhere before؟ هل ألم نتقابل من قبل في مكان ما؟ قال له احنا اتقابلنا في عيد ميلاد علي، او في مش عارف هي معلقه معايا عيد ميلاد ليه، في زواج علي. يبقى haven't we met. تمام. didn't we met مش هتنفع didn't لان في before بتدل على لما تيجي في الاخر كده يبقى قبلها مضارع تام منفي. مضارع تام ايه منفي. hadn't مش بتكلم في الماضي، مش بتكلم في الماضي التام مفيش حدثين، ولا بتكلم في المضارع المستمر، بتكلم في الماضي التام. اللي بعد كده يا شباب بيقول لك هنا you will feel a lot of better after you rest. انت سوف تشعر بتحسن بعد. لاحظ كده تعبير زمني وقبله مستقبل. ده ما يفكركش بحاجه. تعبير زمني وقبله مستقبل يبقى بعده يا اما مضارع تام يا اما مضارع بسيط. هاد ماضي مش هتنفع، والهاف ابدا ما فيش مستقبل بيجي بعد رابط زمني. هاد ماضي بسيط مش هينفع ماضي تام، مش هينفع ماضي تام مع مستقبل ابدا، ما ينفعش ماضي تام مع مستقبل. هاف هاد ايوه مضارع ايه مضارع تام. يبقى لو جاب لك جملة مستقبل وبعدين رابط زمني after او before او until او as soon as او اي حاجة لازم تجيب بعدها مضارع تام او مضارع بسيط. مضارع تام او مضارع ايه يا شباب؟ مضارع تام او مضارع بسيط. اللي بعد كده why has nothing. عايز يقول لماذا لم يتم اي شيء حتى الان. why has nothing done yet ولا been done yet ولا been done still ولا never done
وعايز يقول لماذا لم يتم شيء حتى الآن. طبعا الجملة هتبقى مبني للمجهول يا شباب، الجملة هتكون مبني للمجهول، ده مبني للمعلوم مش هتنفع. بين والتصريف التالت مبني للمجهول ماشي. بين done still، لماذا لم يتم شيء ما زال حتى الآن، مش هينفع، مش هينفع ما زال دي still، لأن still ما بتجيش مع النفي. nothing هنا نفي. never done مش هتنفع never مع nothing، لأن الاتنين نفي مش هينفع. يبقى هتبقى been done yet. been done yet. طب مستر قال لي لازم أجيب نفي. ما هي بتيجي في نهاية السؤال، بتيجي في نهاية السؤال، وبعدين أنا عندي نفي أهو not دي تعتبر نفي. تمام كده يا شباب. نشوف اللي بعد كده، بيقول لك رقم 19 food prices أسعار الطعام rapidly in the past few months. بيقول لك أسعار الطعام، عايز أقول يعني ازدادت بسرعة رهيبة جدا في الأشهر القليلة الماضية. rise ولا have been risen ولا have risen ولا had risen. أولا مش هتكلم في الماضي التام. ثانيا مش بتكلم في الماضي في المضارع الإيه، مش بتكلم في المضارع البسيط. مش بتكلم في المضارع ايه يا شباب، مش بتكلم في المضارع البسيط. طب دي جملة مبني المجهول ولا مبني المعلوم؟ تبقى ايه يا شباب؟ هتبقى food prices. كلمة rise لا تبنى المجهول، كلمة rise لا تبنى المجهول، هتبقى have risen. prices have risen لا تبنى المجهول. تمام. رقم 20 بيقولك هنا my cousin my cousins have a suit since their childhood. عايز اقول ولاد عمي عايشين او ماكثين في اسيوط، عايشين في اسيوط يعني منذ طفولتهم. بين ان ولا بين تو ولا جان تو ولا جان ان؟ مش حاجه اسمها جان ان. جان تو يعني راحوا لسه ما رجعوش، اقول لك هم عايشين هناك. بين تو راحوا ورجعوا، لا هم بين ان. بين ان يعني عايشين هناك يا شباب، ركز في المعنى، عايشين هناك او ماكثين هناك منذ طفولتهم. منذ طفولتهم. بقول لك هنا have you finished your task. ألم تنهي أعمل له ايه you are very clever. وعايز اقول له هنا مش ألم تنهي، لا، هل بالفعل انت انهيت المهمة بتاعتك؟ you are very clever انت ذكي جدا. هنا بيتعجب وبيندهش من ايه، من سرعة إتمام شيء. يبقى اوريدي على طول لما تندهش من سرعة إتمام شخص ما لشيء معين، دي بتعبر عن الاندهاش، يبقى اوريدي على طول. I met أحمد twice last month. أنا قابلت أحمد مرتين الشهر اللي فات. I haven't seen him since. أنا لم أره منذ ذلك الحين. since على طول since then. since then معروف على طول، أعرف المثال ده كويس. since بيجي بعده when ولا then ولا that ولا than. since then. since then بقول اهو since يا شباب since then. اللي بعد كده رقم 23 بيقول لك please anything until the police until the police. بقول لك ما تلمسش اي حاجه حتى يصل البوليس. please don't touch not touch حتى، وبعدين يجيب لك arrive ولا don't touch وبعدين arrived. ازاي يجيب لي ماضي ومضارع؟ يبقى دي مش هتنفع ابدا، ماضي ومضارع دي مش هتنفع ابدا. don't touch have arrived ما نشوف don't touch had arrived. وعايز اقول له ما تلمس اي حاجه حتى يصل البوليس. تمام. اولا مش هتنفع، هجيب هنا لا تلمس، يبقى not touch. طب فين فعل مساعد؟ مش هينفع not touch. تمام. بتكلم في الماضي البسيط بتكلم في الماضي البسيط والمضارع التام. لا، مش بتكلم في الماضي البسيط والمضارع التام. تمام. لان مفيش فاعل. فين الفاعل اللي في اول؟ ده فعل امر، فعل امر. يبقى don't touch anything لا تلمس اي شيء until the police arrive. تمام. يبقى مضارع امر اهو، ورابط زمني جملة امر، وبعدين رابط زمني، وبعدين مضارع تام او او مضارع بسيط. فاكر لما قلت لك فوق بجيب مستقبل ورابط زمني ومضارع تام او مضارع بسيط؟ هنا برضو دي الجزء التاني من القاعدة. فعل امر سواء منفي او مثبت، وبعدين رابط زمني. فعل امر وبعدين رابط زمني، وبعدين مضارع تام او مضارع بسيط. هنا عندي رقم سي. which sentence is in the correct form of the present perfect tense. بيقول لك من الجمل اللي تحت دي يا شباب التكوين بتاعها صح في المضارع التام، في المضارع التام. I have done it yet. انا لم افعله حتى الان. yet ما بتجيش في الجمله المثبته، لازم دي تكون منفيه. I haven't done it lately.
lately بتيجي في الجملة المنفية. ماشي. I haven't ever done it recently. recently مش بيجي في الجملة المنفية. I have done it yesterday. yesterday ما بتجيش في المضارع التام، يبقى رقم B هي اللي صح يا شباب. تمام. which sentence is structurally and meaningfully correct؟ أي جملة من الجمل التالية صحيحة في المعنى والتركيب، يعني التكوين بتاعها والزمن بتاعها صح، وكمان المعنى بتاعها صح. He has been to hospital since last Tuesday. هو ذهب وعاد من المستشفى منذ Tuesday اللي هو التلات اللي فات، ولا he has gone to hospital since last Tuesday؟ هو راح ولسه هناك، راح المستشفى ولسه هناك منذ التلات اللي فات، ولا he has gone قلنا ما بيجيش معاها in، ولا he has been in hospital since last Tuesday؟ هو قاعد في المستشفى او ماكث في المستشفى منذ منذ ايه، منذ 2000 ايه، منذ يوم الثلاث Tuesday. يبقى دي الاصح يا شباب. تمام. طب تعالى نشوف التاني مش اصح ليه. اولا قلنا رقم سي مش هينفع لان ما بنقولش ابدا gone in. تمام. ثانيا he has been to، هو ذهب وعاد من المستشفى، يعني مش واضحة، هو ذهب وعاد من المستشفى منذ التلات اللي فات، مش هتنفع. تمام. معناها مش متسق اصلا. هو راح ولسه هناك في المستشفى منذ التلات اللي فات، اعتقد برضو دي تنفع. he has gone to hospital since last Tuesday. هو راح ولسه هناك، راح المستشفى ولسه هناك من التلات اللي فات. اعتقد برضو تمشي عادي، مفيش اي مشكلة. تمام. اعتقد برضو دي تمشي. رقم بي تمشي. ممكن تقول لي في التعليقات رأيك في الموضوع. تمام. sorry for being late. انا اسف على التاخير يا مستر. please let me in. المثال ده شفته كتير. لونج مان يا شباب، لونج مان يعني انا شايف حاسس ان معظم الكتب او في كتب كتير جايبه تدريبات من اللونج مان. واللونج مان ده انا حله كله السنه اللي فاتت اكتر من 1500 جمله، او تقريبا جمل كتير جدا من لونج مان. كتاب اللونج مان كله انا اعلنت عنه فيديو قبل كده، كنت حله كله، وان شاء الله هعلن عنه ان شاء الله قريب اللي ممكن انزله، لان في كتب كتير جايباه خاصه الجيم المعاصر جايبين تدريبات كتير منه. فانا هحاول ان شاء الله انزله وهبقى لكم هنعمل فيه ان شاء الله. الحل موجود وكل الفيديوهات متصوره وكل حاجه. sorry for being late. انا اسف على التاخير. sir please let me in. عايز اخش بعد اذنك. I in very bad traffic. انا كنت عالق في الايه، الترافيك، اللي هو كان في زحمه في الطريق، فانا ايه ما كنتش عارف اجي بسرعه. haven't been in ولا have gone ولا was ولا had. انا كنت عالق فيه او ماكث فيه، يبقى have been in. تمام. have been in. have gone قلنا gone ما يجيش بعدها in. I was in مش بتكلم في الماضي البسيط، مش حاجه بتدل على الماضي البسيط. had ده ماضي بسيط برضه مش هتنفع. I haven't seen وائل. انا لم ارى وائل the last time we met in the village. منذ اخر مره اتقابلنا فين؟ في القرية. قلت لك the last time كلمة أو تعبير the last time وبعده جملة ماضي بسيط، يبقى أجيب سنس على طول. اكتب الحاجات دي عندك. the last time قبلها طبعا إيه؟ مضارع تام، وبعدين أجيب سنس the last time وبعدين ماضي بسيط. تمام. a terrible accident حادثة فظيعة جدا place on the Cairo Alexandria desert road. الجملة دي أنا في المعاصر. لما قلت لك كمان ان الفعل take place يحدث لا يبنى في المجهول، لا يبنى للمجهول، دي مبنية للمجهول مش هتنفع، ودي مبنية للمجهول مش هتنفع، ودي ماضي تام مش هتنفع، مش هتكلم في الماضي التام. انا بقول حادثة حصلت على الطريق، يبقى has taken place. has ايه يا شباب؟ has taken place. رقم 29. علي last caught fish when، برضو الجملة دي حللها. علي last caught fish when he was in Alexandria. علي اخر مرة اصطاد فيها سمك لما كان في اسكندرية. this means that ده معناه ان هو he didn't catch fish since he was in Alexandria. لم يصطاد سمك. he didn't catch fish since he was in Alexandria. لم يصطاد سمك منذ أن كان في اسكندرية. لا، هو لما كان في اسكندرية مسك سمك، اصطاد سمك. علي didn't catch fish when he was in Alexandria. علي لم يمسك عندما كان في اسكندرية. لا، هو مسك سمك لما كان في اسكندرية عادي. رقم سي. علي hasn't caught fish since he was in Alexandria. علي
تمام. لان since هنا الاولى مش هتنفع ليه؟ لان since وبعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي بسيط، لا هي المفروض قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. تمام، ممكن دي تكون صح. علي has been catching مضارع تام مستمر، مش هتنفع. مش هتنفع مضارع تام مستمر لان حتى معناها غلط. علي has been catching fish since he returned from Alexandria. علي بيصطاد سمك منذ ان عاد من اسكندريه. لا، هو بيقول لك هنا اخر مره اصطاد فيها سمك لما كان في اسكندريه. تمام. امتى اجيب بقى ماضي بسيط وماضي بسيط؟ ماضي بسيط وبعدين وين وماضي بسيط، انما ما ينفعش اجيب ماضي بسيط وسنس وماضي بسيط، لا. مضارع تام سنس ماضي بسيط، ماضي بسيط وين ماضي بسيط. اتمنى الكلام يكون واضح. يبقى رقم سي هي اللي صح. ليه؟ علي هازنت كود، علي ما مسكش ما اصطادش سمك منذ ان كان في اسكندريه. مضارع تام سنس ماضي بسيط. اخر واحده هحلها انا، مش هسيبك تحلها. which of the following is structurally correct؟ ايه من الجمل دي يا شباب التركيب بتاعها صح؟ بقول لك هنا have you already traveled to أسوان by ship؟ هل بالفعل انت سافرت لأسوان بالسفينة؟ امال هسافر بالجمل؟ already المفروض تيجي في نهاية الجملة او نهاية السؤال حتى، فمش هتنفع. have you ever traveled to أسوان by ship؟ هل عمرك او هل سبق لك ان سافرت الى أسوان بالجمل؟ مش بالجمل، بالسفينة. ماشي. I haven't already ما بيجيش في الجملة المنفية. I haven't traveled to أسوان by ship already برضو ما بتجيش في الجملة المنفية. يبقى رقم ايه يا شباب؟ رقم بي هي اللي صح. بسأله عن تجربة او تجربة حياتية حصلت له ولا لا. هل سبق لك ان سافرت الى أسوان بواسطة السفينة؟ سافرت ان شاء الله. تمام. يبقى كده يا شباب دي على المضارع التام في كتاب الجيم الدرس التالت والرابع يونت 1. ان شاء الله الفيديو الجاي على طول هنحل على الدرس التالت والرابع كاملين ان شاء الله، كلمات وجرامر. عندها تلات الجملة حلوين جدا. وبعدين ايه بقى؟ نخش على الجميلة دي اللي هي ايه؟ القطعة. اوعى تفوت فيديو في قطعة، انصحك حلها. حلها لوحدك وبعدين تعالى حل معايا. تمام. وبعدين عندنا ايه؟ على المهارات. الجزء بتاع المهارات ده ما كانش موجود في المعاصر، ما كانش موجود في المعاصر. تمام. 6 جمل مهارات. هو جايب جمله واحده في ال بتاع الهوك سنتنس اللي انا شرحتها لك. ارجع للامتحان وهتلاقيه. وبعدين جايب لي ترجمه جميل ومتوصف الترجمه شويه. جايب كام واحده ترجمه؟ 6 و5 و4. جايب 3 ترجمة عربي و3 ترجمة انجليزي. كويس. المعاصر جايب 2. ها كويس. فده فرق برضه، فلازم الاتنين هنمشي الاتنين مع بعض عشان حاجات زي كده. طب الترجمة اكتر. وهنا جايب لي ايه؟ مقال. نكتب مقال من 6 جمل. Teachers should use social media to communicate with their students. Do you agree? State your opinion. بقول لك هنا المدرسين يجب ان يستخدموا التكنولوجيا او وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع طلابهم. هل توافق على الموضوع ده؟ state your opinion يعني اذكر رأيك. هنشوف. جميل اوي الحاجات دي، جميل اوي تمام. جميل اوي المقالات دي. وبعدين بقى يا شباب بنحل بقى الايه؟ بنحل الاختبار. طبعا هجيب لكم الصفحة مظبوطة. حل اختبار كامل على الوحدة. تمام. عايزك تمشي معايا وتظبط الدنيا وان شاء الله ربنا هيكرمك. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.